هو كان سوء تخطيط وكان يعني سوء تقدير مني انا. بس كانت اول ماتش كان ليا البرتغال، وبعد كده لعبت بقى كذا بلد، ولعبت على تالت وخامس ماليزيا. وفي النص يعني انا كنت في النص بحلم ان انا اوصل فاينل، ده كان حلمي. وما كانش بعيد، يعني انا كنت اقرب من اكتر لعيبه كان قريب مني ان انا اوصل فاينل. اصعب المباريات بالنسبه لك ايه؟ اصعب مباراه اللي هي مباراه بتاعت كرواتيا، لانها البنت الوحيده اللي كانت اكبر مني فرق كبير قوي. يعني البنت بتاعت البرتغال مثلا كانت اكبر مني بسنتين ثلاثه. البنت اللي بعديها كانت تقريبا قدي او اكبر مني بسنه، كلهم اكبر مني بسنه يعني قريبين مني. انت اللي محسسه نفسك بفرق السن ولا بتحسيه في الملعب؟ لا مع كرواتيا كان فرق السن. محمد بيهز راسه، ده متفق معايا. لا انا اللي كنت حاساه في الملعب. يعني كان فرق السن كان باين في الخبره اكتر. دي لقطات ده كان ماتش الثالث وخامس. ده كان في الاخر خالص. ده اللقاء بتاعك ده ياسمين؟ ده كان على ثالث وخامس عالم. ده البرتغال؟ لا ده كان ماليزيا، انا لعبه ثالث وخامس مع ماليزيا. طيب انت بنت نادي الجيش صح؟ كنت في الانتاج الحربي ونقلت للجيش، دلوقتي باسم نادي الجيش. نادي الجيش. طيب قولي كده، يعني كل المنتخب لازم نذكر برضو الانديه، لان بالتاكيد ليها دور في يعني في انها تعدكم وانها تساعد الاتحاد المصري في تكوين المنتخب ومساعدته. الانديه ايه اللي شاركت يعني انت وزمايلك؟ يعني في جيش انا وانا يعني كذا حد، وفي الشرطه كتير يعني، واتحاد شرطه ده طبيعي. في اتحاد شرطه ده كتير قوي، واللي محققين فيه كتير قوي. وفي الاهلي موجود. الاهلي، وفي ناس بقى من المنوفيه وفي ناس من سموحه. لا مفيش ظهور. لا يعني على يعني نادي الظهور كان بيتميز باللعبات او رياضات الدفاع عن النفس يعني عاده يعني، ونادي الشمس ايضا يعني اتذكر حاجه زي كده، لكن مش موجودين من ضمن عناصر منهم في لا، وكان اكثرتها الجيش والشرطه والاهلي. تمام. كان معنا الاهلي. انت قلتي ان كرواتيا كانت مباراه صعبه جدا او كان لقاء صعب جدا. بنسمع دايما في الكاتا ان يعني غير الكوميتيه ان ايطاليا متميزه جدا. ايطاليا واليابان. الموضوع ده حقيقي؟ واليابان طبعا ده اساسي. لا انا بقول اللي غير اليابان يعني. ايطاليا هي المتميزه. طب التحكيم في الكوميتيه، انا نعرف ان الكاتا بيبقى فيها مشكلات في التحكيم. تحديدا بتبقى مصر يعني غير محظوظه شويه في التحكيم. ده انها تقديريه اكتر. والكوميتيه برضه لعبه تقديريه. بس احنا يعني انا واحده من الناس مش بعمل غلطي على الحكم، لان انا في الاول وفي الاخر انا اللي بدي الحكم ان هو ممكن يظلمني. محمد بيقول انت بتلعبي بايديكي ورجليكي يعني. ايوه بقول لحضرتك يعني بس هو من الاول والاساس انا اللي بدي الحكم ان ممكن يظلمني، يعني انا كلاعب في الملعب ان هو ممكن يظلمني وممكن ما يظلمنيش. بس طبعا كان في تحكيم تحيز جامد جدا لفرنسا، ده مبدئيا يعني اي حد كان بيلعب مع فرنسا ده بلد المستضيف. كانت ما هي اول هي تقريبا واصله فاينالات في كل الايفنتات. بس ما كانش في حكام مصريين. لا بالعكس، ده كان في تواجد مصري للحكام غير عادي غير مسبوق. احنا في 4 اجتازوا دوره الترقي والصقل، كابتن دكتور عماد السيرسي وكابتن فتوح البدري والدكتور ايمن العباسي وكابتن ايمن شعراوي. دول كانوا لسه دوره في ترقي وفي صقل. وفي بالاضافه ل4 دول في كمان 7 حكام كانوا موجودين. كان المهندس محي طبعا عضو اللجنه الدوليه كان موجود وحكم نهائيات مع الكابتن اسلام العباسي، وبرده معاه كابتن طارق رجاي رئيس لجنه الحكام عندنا، حكموا نهائيات البطوله. وفي حكام ثانيه حكمت الادوار التمهيديه. كان في 11 حكم، وده كان شيء غير مسبوق ان يبقى في 11 حكم من مصر بيحكموا بطوله العالم للكبار. النقطه الثانيه موضوع التحكيم، هو اللاعب لو نزل وحط في دماغه ان الحكم متحيز لفلان او لكده، هو هينهزم نفسيا قبل ما يلعب طبعا. فالمفروض هو بينزل بيتعامل مع التكنيك اللي قدام الراجل، التكنيك اللي قدامه بيطلع التكنيك وبيحاول يفتح ثغرات وبيحاول يلعب. لكن لو حط في دماغه ان في تحيز يبقى هو كده هيلاعب الحكم وهيلاعب اللاعب. عشان كده ياسمين قالت سبب من اسباب الفوز انه هي ما تديش اصلا فرصه للحكم ان هو يظلمها. عندنا يمكن اللاعب مجدي ممدوح اللي حصل على الذهبيه كان في طريقه لاعب فرنسا. وكان عشان يغلب لاعب فرنسا ده هيوصل للمركز الاول والثاني. لا تتخيل حضرتك حجم الضغط النفسي اللي هو كان عليه قد ايه، وكنا احنا حوالين بندعمه قد ايه. ومجرد هزيمته خلت كل الجرايد الفرنسيه
تكتب عنه، وقناه 24 فرنسيه طلبت انها تعمل معاه لقاء. يعني كان عامل بصمه حلوه. كان ممكن نقول ان في شيء من التعاطف مع المنتخب الفرنسي بحكم انه صاحب الارض. مش هقول ان في تحيز، لكن حضرتك عارفه بيبقى في انطباع على الحكم. يعني دايما الجمهور لما الجمهور بيهيص واللاعب الفرنسي بيضرب ضربه والجمهور كله بس في حكم بيبقى ضعيف شويه، فممكن يتاثر يتاثر. مش هقول ان هو مش هقول ان هو بيتحيز، مش هقول ان في نيه، لكن ممكن يتاثر عليه ان هو يشوف من زاويه الجمهور. الصاله كانت مليانه؟ طبعا ده كان فيها 19,000 متفرج. انا شايفه يعني في برضه اماكن فاضيه شويه بس يمكن لا دي كانت في البوله، يعني دي كانت الماتشات التمهيديه. بس في الفاينل يعني في الفاينل والثالث والخامس على ميداليات الصاله كانت على كذا. يعني هم الجمهور هناك مهتم برياضه الكاراتيه ولا دول؟ لا لانها كانت بتكت الناس تخش اصلا. يعني في عمليه كان بتكت، وكانت التذاكر منتهيه قبل ما نوصل للبطوله. منتهيه يعني كانت منتهيه، ومن بعد اليوم اللي كانت التصفيه اللي قبل النهائيه والنهائيه ما كانش في اي تيكت بتتباع. يعني كان في بعض الاخوه المصريين هناك كانوا بيحاولوا يجيبوا تيكت عشان يحاولوا يحضروا البطوله. انا اقول لحضرتك يمكن دي اقوى بطولات العالم اللي اتعملت. يكفي اقول لحضرتك ان اشترك فيها 116 دوله، اشترك فيها 1443 لاعب. مصر حققت المركز السادس. كانت ترتيب عام. البطوله السنتين اللي فاتوا اللي كانت في صربيا كانت المركز ال 12. احنا حققنا مركز السادس، كانت الاولى. السادس ده بالنسبه لنا فرق ولا فردي؟ لا ده كله التوتال، في توتال النقاط. حضرتك احنا جبنا عند حضرتك الترتيب العام اول عالم فرنسا، يليها اليابان، يليها ايطاليا، يليها تركيا، يليها ايران، يليها مصر. انا اقول لحضرتك ان الثالث والرابع والخامس اللي هو تركيا وايران ومصر وايطاليا كلهم نفس عدد الميداليات، 6 ميداليات. ولكن في بعض الناس جايبه ميداليه فضه بدل البرونز، لكن كلنا جايبين ميداليه ذهب واحده. يعني كلنا حصلنا، يعني احنا ممكن ترتيبنا يكون احنا نفس عدد الميداليات. مجدي ممدوح هو صاحب الذهب. مجدي ممدوح جاب ميداليه النهائي تقريبا. مجدي ممدوح جاب ميداليه ذهب بطل ايران بالظبط. حضرتك مجدي جاب ذهب. عندنا اللاعبه هبه انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، ان مجدي ممدوح اصل ساعات بتبقى البوله بتخدم اللاعب. يعني ايه؟ يعني ممكن نقول لحضرتك 3 4 دول ولاعب وصل وجاب ذهب. لا انا اقول لحضرتك ان مجدي لعب في ميزانه 83 لاعب، كل دوله بتمثل لاعب، يعني 83 دوله عشان يوصل للذهب. اللاعبه ياسمين لعبت 57 دوله، 57 لاعبه عشان توصل لمركز 83 مباراه. لا مش 83 مباراه، لا هو لعب 5 مباريات. 5 مباريات بس المنافسه كانت مع 83 دوله. المنافسه الاجماليه في البوله. عندنا فريق الكوميتيه بتاعنا لاعب هاني قشطه والسيد سالم واسامه عبد العزيز، واللاعب عمر احمد عبد المنعم، واللاعب احمد سيد مختار، واللاعب مجدي ممدوح. ده فريق الكوميتيه الجماعي اللي مثل مصر وخد كاس مصر، حصل على المركز الثالث، لعب في 62 يعني لاعب 62 دوله كانوا بينافسوا. والكاتا كمان مش كده؟ الكاتا كان عندنا اللاعب احمد مصطفى ابراهيم، واللاعب ابراهيم مجدي، واللاعب احمد اشرف شوقي. الثلاثه لعبوا كاتا جماعي، كان 26 فريق جماعي. جماعي وفي كاتا جماعي، كاتا جماعي وفي كاتا جماعي وفي كاتا فردي. كاتا جماعي خدنا برضو كاس البطوله. مش الاول، خدنا مركز ثالث. اللي خد الاول كان اليابان اساسي. اليابان اول طبعا، لعبه اصلها اللعبه اليابانيه. برضو عندنا في الفردي في اللاعب محمد جمال، حصل على تحت 60 كيلو. حصل برضو على ميداليه برونزيه، ولعب في الميزان بتاعه 59 برضو لاعب. ده كاتا ولا لا كوميتيه؟ مفيش كاتا فردي؟ كاتا فردي كان عندنا 2 لعيبه. لاعب احد اللاعبين اللي هو كان في الجماعي اللي هو كابتن ابراهيم، هو طبعا في الكاتا ما وفقش، لعب مباراه يعني كان قدامه لاعب قوي كده وصل. العنصر النسائي في الكاتا مش موجود. كان معانا لاعبه ساره عاصم، دي لاعبه متميزه جدا. لسه اسال عنها. متميزه جدا، بس هي كان عندها يعني حصل عندها دروب شويه، هي جالها نزله برد قبل اللعب على طول، وكان عندها ظرف عائلي، كانت سافرت امريكا ورجعت. يعني كان عندها ظرف عائلي، سافرت امريكا ورجعت المعسكر، وبعدين سافرت معنا فرنسا وجالها دور برد، فما ادتش الاداء اللي هو مش ادائها. يعني انا اعتقد انها لو كانت ادت ادائها كانت فرقت معانا كتير. غيرها ان شاء الله تعوضها. بس مين القرعه بقى خدمته ومين ما خدمتوش؟ والله ما اقدرش اقول لك ما اقدرش اقول لك ان القرعه خدمت حد. يعني احنا برضو في عندنا اللاعبه هبه عبد الرحمن، دي لاعبه متميزه، هي تعتبر اقدم لاعبه في البنات. كانت منافستها قويه جدا، يعني كانت ممكن توصل على الاول والثاني لولا ان اللاعبه اليابانيه غلبتها في الدخول للاول والثاني. لعبت برضو كان 51 لاعب من 51 دوله. ما اقدرش اقول لك ان في حد البوله خدمته، يمكن انا بقول لحضرتك اعداد الدول اللي اشتركوا فيها.
اللاعبه ياسمين برضو كانت ماتشاتها قويه جدا. ويمكن انا بس ياسمين الميزه الجميله فيها ان هي تعتبر فعلا اصغر لاعبه، يعني عمرها 19 سنه. وعايز اقول لك ان الكبار دول اللي هم فوق 18 يعني وطالع، يعني مش مهم يعني عنده 25 30 سنه وات ايفر السن بتاعه ايه. فهي كنا انها تقف على بساط دولي وتحتك مع الناس دول وتقدر تنتزع الميداليه دي، فده انجاز طيب كبير وخبره كبيره ليك يا ياسمين. طبعا. في بطولات جايه ان شاء الله؟ انا تاهلت لبطوله الاساتذه. بطوله الاساتذه دي اللي هي احسن 8 لعيبه على مستوى العالم، على مستوى القارات، واول تاني عالم. تمام، جميل جدا. دي هتبقى تقريبا في شهر 5 أو 6 حاجه زي كده، لسه ما حددتش بالظبط. عرفتي هتلعبي مين؟ لا لسه، ما هو تقريبا يعني اول كل قاره، واول وثاني بطوله العالم. هتلعبي بتاعت كرواتيا تاني؟ ما انا هلاعبها. لا ما انا هلاعبها ان شاء الله. لا ان شاء الله هقابلها. طيب انت موجوده ومعاكي عضو مجلس اداره، في حاجه بتنقذكم كلاعبات او لاعبين يعني من خلال الاحتكاكات ومن خلال الاستعدادات للبطولات المختلفه؟ ايه اللي ناقصكم عن الدوليين، يعني الناس المحترفين اللي في الدول الاخرى، يعني بينقصكم ايه؟ احنا ممكن احنا تقريبا من ساعه ما طبعا دكتور ايمن جه والرئيس والمجلس الاداره جه، لا تقريبا في نقله كبيره قوي. في نقله كبيره قوي في الاتحاد نفسه، من خلال الاداره. وهو بس احنا ممكن بينقصنا بس من جنب البلاد الثانيه الاحتكاكات. يعني احنا نسافر كتير ونشوف، لان الحكم محتاج انه يشوفني. يعني انا بنزل مع لعيبه مثلا من اي بلد، الحكم عارفها بس مش عارفني انا، يعني هي قله بس اللي يعني ما بيشوفنيش كتير. طبعا تفرق، ما هي كل بطوله باخد منها خبره، مكسب او خساره. لا بتفرق معاكي ان الحكم ما يبقاش عارفك؟ طبعا بتفرق تعاطفه ما هو عارف اللعيبه دي بتلعب ايه، عارف مستواها ايه، عارف مستوى. انا مش عارفني، هو لسه بيتفاجئ بيا في بطوله العالم. يعني هو بيتفاجئ بيا، يعني دي بس ممكن تكون محتاجه المنتخب. يعني ممكن تفرق. هو بعض الحكام، ما انا قلت لحضرتك، بعض الحكام اللي بقى ضعيف فنيا بيحكم بالانطباع. يعني مثلا بينزلوا لاعب كاتا ده عارف ان هو خد اول عالم قبل كده، فبينزل فبيحكم بالصوره الذهنيه اللي هو راسمها له ان ده اول عالم. ما بيدققش في التكنيكس نفسه اللي بيتعمل او الستايل اللي قدامه اللي بتاع اللاعب. فدي ممكن بتفرق شويه مع الحكم لما يكون الحكم ضعيف. لكن لما يكون حكم قديم وخبره طبعا بيقدر يوزن الامور صح. يمكن ده ساعدنا، النقطه اللي ياسمين قالت عليها دي يمكن ساعدتنا شويه، بس بقى على جانب تاني مع اللعيبه. ان احنا اللي ساعدنا ان احنا نقدر نحقق الميداليات دي، ان احنا كان عندنا مجموعه من اللعيبه الجداد اللي لسه اول مره يشتركوا في بطوله عالم كبار، زي ياسمين وزي محمد جمال وزي مجدي ممدوح. الثلاث لاعبين دول كانوا لاول مره لسه بيشتركوا في بطوله عالم كبار، فاللعيبه الكبار عارفين بعض. يعني اللعيبه الكبار عارفين، فدول بالنسبه لهم كانوا مفاجاه، فعشان هم كانوا مفاجاه قدروا يخطفوا الفوز منهم بالظبط. ويخطفوه مش هقول لحضرتك يخطفوه مثلا كده، يخطفوه باقتدار. يعني يمكن خلي بالك برضه هم مش عارفينهم، يعني هم مش عارفين ايه قدره الشباب اللي طالعين. لا وغير كده برضه لما بيكون اللاعب لعب قبل كده واللاعب شافه، بيقدر يعرف التكنيك بتاعه ايه، ويقدر يعرف الثغره بتاعته ايه، ويدخل معاه ازاي وكده. لكن لما بننزل له مره واحده فبيفاجئ مثلا لعيبه ياسمين بتلعب بايدين، مره واحده تقوم ضربه رجل مثلا تقوم تجيب بيها 3 نقاط، فبتبقى دي بالنسبه له بتعمل له برجله. غير ما يكون اللاعب يبقى قاري، بنقول عليه قاري اللاعب قبل كده. يعني الاتحاد هيعمل حاجه او هيودي ياسمين معسكر قبل الماسترز؟ لا احنا ان شاء الله بالنسبه لنا احنا يمكن اتكلمت مع الدكتور ايمن والساده اعضاء مجلس الاداره واحنا في البطوله، والله يعني قلنا دعوه ان احنا نطلع الفريق كله، البعثه كلها بالكامل تطلع عمره كمكافأة يعني كده. دي احلى مكافأة بسيطة كده لكل اللاعبين وكل البعثة اللي تعبت، لانهم فعلا حققوا انجاز مشرف. يعني يمكن انا اقول لحضرتك بس يكفي ان انا كنت قاعد في وسط اللعيبه وانا فخور جدا طبعا. والعالم مصر بيترفع لاول مره في بطوله عالم للكبار من سنه 71، ومن ساعه ما انشئ الاتحاد المصري للكاراتيه لاول مره. يمكن كان عندنا ميداليات، كان عندنا ميداليات كثيره في بطولات العالم الشباب. هو طبعا الانجاز برضو يعني هو تراكمات، يعني احنا اي انجاز تراكمات لمجهود مدربينهم اللي طلعوهم، لمجالس الادارات اللي قبل كده اللي اجتهدت. احنا الحمد لله جينا اجتهدنا وركزنا واضفنا الثمره، وباذن الله برضو يعني سياده الوزير العامل فاروق كلمنا واحنا في مطار باريس واحنا راجعين، هنانا بالنتائج وطلب اسماء اللعيبه اللي